طب يا مرسي، يمكن شافوني وانا بكلمه وهي خارجه من عند الكوافير. لا، دي قاعده بنسيون شيك قوي هذا مرسي. اجدع بنسيون. افخم بنسيون. اضخم بنسيون. فلقع فلسعون. فنشعون. شلسع فلزعون. شلبحون. ولا المدخل بتاع البنسيون. اسكت، ده حته مدخل، ده مدخل طويل وكله في لحظة من لحظات التاريخ حسيت اننا بنتكلم عن اوبنهايمر. بلاش اوبنهايمر، خلينا نقول النجم مثلا، او على اقل تقدير واحد من افلام جون ويك. في الحقيقة الدعاية اللي كانت قبل الفيلم مهولة جدا، وبعد الفيلم كانت اكبر واعظم بكتير من اللي سمعناه. ايرادات مهولة في اول 3 ايام، ناهيك عن ايام العيد واجازاته ال9، تخليك حتى تسأل هو الفيلم هيوصل لحد فين. تفتح التلفزيون تاني يوم عشان تشوف فيلم او مسرحية تعجبك وتقتل بيها الوقت، فتشوف بث مباشر بينقلك العرض الخاص من السعودية. ناس اشكال والوان جم عشان يشوفوا فيلم اتعرض في مصر قبلها ب4 ايام، فتتحمس اكتر واكتر عشان تتفرج عليه قبل ما الاجازة تخلص. كم مرة عليت بيها بسقف توقعاتك لحاجة اتشوقت لها، وكم مرة تكتشف ان التوقعات خانتك. ده اللي كنت مستنيه وده اللي لقيته فعلا. الفيلم عادي جدا، مش وحش بس عادي، ما هوش هابط او انه خيبة امل كبيرة، بس عادي. هو بس كان الصرف كبير شوية، مطاردات فخمة جدا وبتنفذها بشكل احترافي تليق بالصرف اللي موجود، حبكة حلوة جدا والتواء ناس كتير حرقتها للأسف الشديد حتى قبل ما الفيلم يتعرض أصلا. التصوير المميز جدا خصوصا اللي كان في الرياض إضافة أكيد مهمة للفيلم، وإن كنت أتمنى إن المشاهد تطول أكتر من كده، أو إن أحداث الفيلم في السعودية ما تختصرش على مشهد السرقة بس، ودي كانت من النقاط الضعيفة والواضحة. هل كده أديت الفيلم حقه بالكامل؟ أعتقد إني استكفيت جدا. التمثيل مستواه كان مقبول، المقبول بتاع أي فيلم أكشن محترم. يعني ما أقدرش أقول إن آسر ياسين عامل دور جبار، أو إن علي صبحي عامل فيها إسماعيل ياسين، أو إن عز وعمرو وكريم قاسم عاملين دور عمرهم، لكن نقدر نقول إن مشاهد الضرب كانت هايلة جدا، خصوصا المشاهد اللي كانت مع تايسون فيوري. وإذا كان في واحد يستحق الثناء فهو أحمد الرافعي في دور بين قوسين سلطان الغول، بعديه بشويتين 3 سيد رجب اللي فكرنا بشخصيته في الجزء الأول. كده احنا خلصنا كلام عن الفيلم، ومش باقي غير كلمتين صغيرين وبساط جدا. ما عندناش شك ان الراجل بيحب مصر جدا وبيعشق ترابها والناس اللي فيها اكيد، لكن بيفضل سؤال مهم، هو انت بتحبها ازاي؟ إذا كان حصل هجوم من 22 سنة على مسلسل مشهور زمان عشان واحد اتجوز 4 في الدراما، واللي اتكرر السنة اللي فاتت لما اتعرض جعفر العمدة، فاحنا بقى في انتظار هجوم أشد شوية صغيرين حتى على الأقل بعد العيد لما الأجازة تخلص. آسف على الإطالة.